السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير ان شاء الله. معاكم ميرفت فوزي، قناة مطعم بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية كنافة بالمانجا. هتعجبكم ان شاء الله، طعمها وطريقتها سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا كده نشوف اولى خطواتنا عبارة عن ايه. اول خطوة هنعملها هيكون الشربات، لان احنا بنستخدمه بارد، فعشان كده بنعمله في الاول وبنركنه بقى على جنب. اول حاجة هحط كوباية ونص من السكر، وهحط كوباية من المية، وهرفعهم على النار. بس انا هحرك كده السكر في الاول شوية، بعد كده هسيبه هو هيدوب لوحده. اول ما يبدأ يغلي هحط عصرة نص ليمونة، وهسيبه يغلي على النار حوالي 3 دقايق كده. خلاص كده هطفي النار عليه. هحط كيس من الفانيليا، او تحطي معلقة صغيرة من السمنة البلدي، وبسيبه على جنب بقى كده لغاية ما احتاجه. معايا هنا الكنافة، حوالي 300 جرام كده من الكنافة، كنت حطاها في الفريزر. هبدأ افركها كده بقى من بعدها. عملناها بالشكل ده كده، بقت ناعمة زي ما احنا شايفين. هحط عليها 3 معالق كبار من السكر البودر، وهخلطهم على كل الكنافة. معايا كمان 3/4 كوباية من السمنة السايحة. انا حطيتها خليط ما بين السمنة البلدي والسمنة العادي. هنزل بيها فوق الكنافة، وهسيب بس حبة صغيرين هحطهم على الوش. هنفرك الكنافة بقى في بعضها كده عشان تتشرب من السمنة كويس. احنا عايزين الكنافة كلها تتشرب كده بالسمنة. هنحضر بقى الصينية بتاعتنا او البايركس اللي هنعملها فيه. معايا هنا البايركس، انا دهنته دهنة كده بسيطة بالسمنة من الارضية، وهبدأ اوزع فيه الكنافة. هضغطها بقى بصينية تانية اصغر منها، او ممكن اضغطها كده بهرسة البطاطس بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هنحط معانا بتاع يعني تلت كوباية كده او اقل شوية. هنوزع السمنة كده على الوش، وهندخلها فرن ساخن تاخد اللون المحمر واوريها لكم. وده شكل الكنافة بعد ما طلعت من الفرن. هنبدأ نسقيها بالعسل كده او الشربات. بتبقى الكنافة سخنة والعسل او الشربات بارد. متستخدمش الشربات كله، لان لسه الكنافة يتحط عليها حاجات تانية، فعشان ما تبقاش كأنها بايشة كده، يعني مش عايزة اسقيها بالشربات كتير. هنسيبها بقى تبرد خالص قبل ما نشتغل فيها بقية حاجاتنا. هنعمل مع بعض طبقة الكريمة اللي هنحطها فوق الكنافة. معانا المقادير بتاعتنا: كوباية من الكريم شانتيه الخام اللي هو بدون سكر،
ومعايا كمان معلقة كبيرة من الباستري كريم، ومعايا كمان 3 معالق كبيرة من السكر البودر، معايا نص كوباية من الماء المثلج. كل ما بيكون الماء مثلج كل ما بتدينا نتيجة احسن. معايا هنا كمان نص كوباية من عصير المانجا البيوريه، اللي هي مانجا ضربها في الخلاط من غير ما احط عليها اي مية خالص. هضرب المقادير دي كلها مع بعضها بالمضرب الكهربي. في الاول بس بخلي السرعة بسيطة او بطيئة علشان السكر البودر والكريم شانتيه ما يتطيرش بره يعني، وبعد كده ببدأ اعلي السرعة. وده القوام اللي وصلنا له بعد ما قعدنا نخفق في الكريمة من 10 دقايق لربع ساعة تقريبا. تمام. هجيب بقى الكنافة بتاعتي وهنزل بالكريمة عليها. عملنا الكريمة فوق الكنافة بالشكل ده. هدخلها التلاجة لغاية ما نعمل الطبقة التالتة. هنا حبيتين من المانجا. المانجا دي اللي هي النعومي، احلى مانجا يعني، ينفع تقطعيها مكعبات، بيبقى فيها كمية اللحم بتاعها كتير، والبذرة اللي جواها بتبقى رفيعة جدا. شوفوا ما شاء الله الكمية اللي بتطلع من المانجاية، وبتبقى البذرة بسيطة جدا يعني. قطعنا المانجا مكعبات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هننزل بمكعبات المانجا فوق الكريمة. بقت بالشكل الجميل ده. هدخلها برضو التلاجة عشان طبقة الكريمة ما تسحش لغاية ما اكمل الطبقة الأخيرة. معايا هنا كيس من جيلي المانجا. تمام. هحط عليه نص كوباية من المية المغلية، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. هنزل عليهم كمان بنص كوباية من عصير المانجا، مانجا بيوريه، اللي انا عصرها في الخلاط من غير ما اضيف عليها اي مية خالص. الشكل اللي احنا شايفينه ده هستخدمه في الاخر بقى كملمع كده فوق المانجا. هو يعتبر لسه دافي شويه، فانا هسيبه يبرد شويه عشان لما احطه على ما يسيحش طبقه الكريمه. هنبدا نحط عليها الجيلي مع عصير المانجا. طبعا الطبقه دي بتغطي المانجا كلها، وهندخلها طبعا التلاجة لغايه ما الجيلي يتماسك بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. وهدخلها التلاجة بقى تقعد لها 3-4 ساعات كده لغايه ما الجيلي اللي عليها يتماسك. ده شكل بقى الكنافة بالمانجا بعد ما طلعت من التلاجة والجيلي بقى جامد عليها، يعني سبتها كذا ساعة. شكلها في منتهى الجمال، وان شاء الله كمان طعمها تجربوها ويعجبكم. انا فايض معايا كده كمية من الكريم شانتيه، فجي على بالي ان انا ازينها كده. طبعا الحاجات دي التزيين بيبقى على ذوقكم انتوا يعني. وبقت بالشكل الجميل ده. هنطلع منها قطعة كده. شايفين ما شاء الله الشكل، طبقة الكنافة والكريمة والمانجا بالجيلي ما شاء الله جميلة جدا. جربوها بإذن الله هتعجبكم. الشكل ما شاء الله تحفة وجميلة جدا.
يعني هتبقى اوفر كمان ما هتجيبيها من بره بكتير. وصفتنا كده النهارده خلصت. اتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم وصفتي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبألف هنا يا رب للي يجربها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.